السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ازيكم؟ معاكم ابتسام. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف النهاردة الأكلة ايه. احنا النهاردة معانا فرخة بلدي متربية كده تربية بيتي. اللي كان في ايدي ده بيض كان فيها. إيه، احنا غسلت الفرخة كويس قوي وقطعتها 6 قطع. وبعد ما غسلتها وقطعتها حطيتها في محلول نقع كده عشان خاطر تنزل اي حاجة فيها تاني. والمحلول دوت عبارة انا حاطة في المية معلقة سكر ومعلقة ملح وشوية خل وليمونة او ليمونتين تقريبا انا مقطعاهم وعصرهم. وسبتهم كده شوية بتاع حوالي ساعة كده مثلا. وبعد كده بدأت اشتغل انا فيها. معانا دلوقتي بقى صينية حطينا فيها معلقتين سمنة. مش كتير، مش حاطة سمنة كتير عشان انا عايزاها بس تتشوح كده مع الفرخة فيها، بس عشان خاطر إيه كتشويحة كده اخد منها لون وهي تديني ريحة. عشان لما اجي بعد كده احط عليها بقية الحاجات بتاعتها وادخلها الفرن ما تاخدش سوا كتير عشان دي بلدي وما تنشفش مني في الفرن. تمام، فانا دلوقتي رشيت في الاول كده حطيت معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ورشه بهارات الفراخ. ولما قلبتها برضو حطيت نفس البهارات في الناحيه التانية، ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. تمام، وطول ما انا واقفه ايدي في الفرخه عشان خاطر ما تتلسعش مني لحد ما تاخد لون على الوشين وتحمر كده معايا في الوشين. وبعد كده هنبدأ بقى نشوف هنحط عليها ايه. بس الفرخة دي بقى بصراحة كانت الأكلة دي المفروض كده كانت عايزة طاجن أو برام يعني تتحط فيه وتتعمل فيه. كان هيديها طعم تاني خالص. البرام في الفرن أو في الأكل تماما يعني بصراحة بيبقى تحفة. تحفة يعني. أنا كنت بعمل فيه آه، مثلا شوية بطاطس. بعمل فيه كوسة باللحمة المفرومة. كانت بيدي كده طعم تاني خالص للأكلة. كانت فعلا والله. بس للأسف بقى هو باظ. لقيته كده اتشرخ لوحده وباظ. فالبرام اللي كان عندي كان بيتحط في الفرن أو على البوتاجاز. وده كان مريحني كتير قوي في الأكلات كلها. بس فبص انا هنا كمان قلبتها زي ما انا قلتلك كده بفضل ايه اقلب فيها. الحلة التانية دي حلة شوربة علشان خاطر بقية الحاجات بتاعة الفرخة انا هنزلها فيها، اللي هي الراس الجنيحة. الحاجات التانية دي انا هنزلها في الشوربة عشان احنا محتاجين شوربة. وكمان عشان المفروض ان انا هعمل ملوخية بس انا مصورتش الملوخية، طبعا كلنا احنا بنعمل الملوخية الحمد لله. إيه، بس وطبعا احنا بنعرف نعمل كل الاكل والله كلنا. بس يعني اي افكار مثلا ممكن اديكي فكرة في الفرخة دي ممكن تعمليها ازاي. اديكي فكرة رز، يعني احنا مثلا النهاردة هنعمل مع الفرخة دي رز مبهر. اديكي مثلا فكرة رز كده يعني، مش اكتر. لكن الكل الحمد لله رب العالمين بنعرف كلنا نعمل الاكل يعني. بس وبعدين عن في مثلا البنات اللي هي لسه متجوزة جديد، العرايس ديت مثلا في حاجات هم ممكن ما تعرفش تعملها تتوه عنها كده يعني. وبعدين القناة بتاعتي هنا يعني انا مجرد بس بقدم فكرة مش اكتر، لان احنا كلنا الحمد لله بنعرف نعمل اكل. بس ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت الجميل منك. تمام، انا هنا قلبت الفراخ خلاص. بس وطبعا انا مولعه الفرن على فكره عشان خاطر لما اخلص الصينيه فوق كده انزل بيها في الفرن على طول ويبقى سخن معايا. ما تاخدش وقت كمان على بال ما تسخن وتشتغل يعني وتغلي او حاجه. تمام، برضو قلبتها هنا تاني اهو. ابص بقى انا على الميه لسه ما غليتش خلاص.
بس فطبعا احنا بقى اكيد يعني انا واقفة ورا كده، اكيد بقى بغسل مواعين، بحضر حاجة، لان طبعا كلنا ما بنعملش حاجة واحدة في المطبخ، احنا ايدينا في كذا حاجة. سواء بتعملي الاكل لازم تغسلي المواعين معاه، بتغسلي مواعين، بتعملي حاجة تانية، وهكذا، علشان خاطر يومك تنجزيه، تخلصي كذا حاجة في المطبخ، لان انت عارفة المطبخ بيبقى بصراحة كتير، الشغل فيه كتير، فلازم طول ما انت واقفة في المطبخ ايديكي في كذا حاجة. الوش ده كده بقى تمام معايا اهو، ده كده بقى تمام معايا خلاص، اخد اللون اللي انا عاوزاه. والتاني برضو انا هستناه بس عليه شوية كده. وبعد كده احنا معانا 3 بصلات كبار فرمينهم في الكبة، وحاطين عليهم قرن فلفل الوان احمر برضو فرمينه مع البصل، وهننزل بيه دلوقتي اهي. خلاص، هننزل بقى كده بالبصل على الفراخ، وهنزود دلوقتي سمنة، لان زي ما اتفقنا في الاول ان السمنة شوية، مش حاطة سمنة كتير انا في البداية. خلاص دلوقتي هنحط معلقتين سمنة اهو، وهنبدأ بعد كده ننزل بالتوابل. التوابل بقى ديت هتديها طعم تاني خالص وريحة تانية نهائي يعني، هتخلي الفراخ دي بصراحة في حتة تانية. معانا اهوت ورق لورا، وفلفل اسمر، جنزبيل، كاري، بابريكا، ودوت كركم، بس شوية صغيرة مش كتير، وديت بهارات فراخ، مستكة. وهنقلب كل ده، ولسه الملح يا رب يعني مش هننساه ان شاء الله، هنحط الملح دلوقتي. بس انا قلت اقلب التوابل كده ان شاء الله مع بعض تمام، او الملح كمان نزلته، وهنقلب كل ده مع بعضه، تقلب كده تمام مع بعض. خلاص، بعد كده بقى هننزل كده بطماطمايه صغيرة متخرطة عادية خالص، مكعبات صغيرة، وهنخرط معاها كمان فلفل الوان اصفر مكعبات برضو كده صغيرة، وهننزل بيهم دلوقتي عليهم. كل دوت وهناخدوه كده مع بعض تقليبة، وهنزود مية دلوقتي عليها. ولو الأكلة عجبتك أتمنى إنك تجربيها وتقوليلي إيه رأيك فيها. على فكرة ممكن تعملي معاها رز عادي خالص، رز مثلا بشعرية أو رز أبيض زي ما تحبي، لكن أنا عندي الولاد بيحبوا الرز المبهر ده، فعلشان كده هم طلبوه، يعني هم طلبوه مني ماما اعمليه لنا، فعشان كده أنا عملته. لكن انتي تقدري تعملي رز عادي خالص، رز بشعرية. اه انا دلوقتي نزلت بالطماطمايه والفلفل الاصفر. خلاص، او كوبايه ميه، انا عندي الكوبايه دي كبيره، فانا حطيت منها كوبايه ونص، او كمان انا زودت النص دوت لما انا دخلتها الفرن، يعني حتى نص الكوبايه التاني اللي انا شلته لا انا حطيته تاني لما جيت دخلتها الفرن، فيعتبر انا حطيت كوبايتين ميه عليها. خلاص بس، وبعد كده هتغلي على البوتاجاز كده، وبعد كده هدخلها الفرن، وخلاص هتستوي بقى معانا ان شاء الله. هي تقريبا قعدت حوالي ساعة الا ربع في الفرن او ساعة، وبعد كده استوت الحمد لله رب العالمين وطلعتها. بس كده خلاص، كده خلاص هدخلها بقى الفرن.
هنا بقى خلاص المية كانت غليت معايا، هنزل بالفراخ وبعديها بقى هنزل بالتوابل. خلاص، او ورق اللورو، حبهان مستكة، كل ده تحطيه بقى في الشوربة بتاعتك. ورق اللورو والحبهان والمستكة وطماطمايه كده صغيرة، وهحط كمان بصلاية صغيرة. طبعا انتي بقى لو عايزة تزودي كرفس تمام، عايزة تحطي جزراية تمام، عايزة تحطي قرفة ماشي. بس طالما حطيتي القرفة في الشوربة مش هتعرفي ان انتي تطبخي بيها. يعني لو انتي عاملة مثلا شوية ملوخية وعايزة تحطي شوربة، لا مش هتعرفي لانها هتغير طعمها ومش هتبقى لذيذة. لكن القرفة بس في الشوربة بس تشربيها، بس ما تعمليش بيها اكل، مش هتبقى لذيذة. بس كده خلاص، وهنزل دلوقتي بالطماطمايه والبصلايه وخلاص، وهقفل عليها تستوي بقى مع بعض. خلاص، الاكل دوت بيبقى اذواق. يعني ممكن انا احب حاجه انتي ما تحبهاش، انا ممكن اعمل حاجه بطريقه معينه ما تجيش معاكي انتي مثلا نفس الطريقه ديت، ما لا ما تحبهاش، ممكن تعمليها بطريقه تانية. ولكن هو مجرد انتي فكره بتاخديها مني، ابقى اوصلك فكره كده بتاخديها. انتي بقى مثلا عايزه تزودي عليها حاجه هي عاجباكي كده، براحتك خالص. الاكل ده بيبقى اذواق، كل واحد فينا بيحب حاجه معينه، بيحبها بطريقه معينه بشكل معين. وانا بصراحه القناه هنا عاملاها مش عشان خاطر اقدم لك مثلا انتي مش عارفه تعملي اكل او حاجه، لا احنا كلنا الحمد لله بنعرف نعمل الاكل. بس اقدم لك فكره مش اكتر، او محتاره تعملي اكل ايه، فانا بقدم لك النهارده اكل كده معينه او حاجه وخلاص تاخديها مني. هنا معايا حله وحطيت فيها معلقتين من السمنه، وهننزل بالبهارات بتاعتنا. عندنا قرفة ولومي او الليمون المجفف ومستكة وكاري، بابريكا وكركم كمان. وكل دوت هناخده كده في السمنة، تقعدي بقى تقلبي كده فيها شوية كده تتشوح. هتشمي بقى الريحة طالعة، ريحتها رهيبة طبعا، هتقلب البيت عندك يعني. يعني هنفضل نقلب بقى كده بس. كتير كده على فكرة، خلاص كفاية كده. على فكرة يا جماعة نسيت انا نسيت في التقليب، متقعديش تقلبي كل ده برضو، انا نسيت. خلاص، انا هنا كده اكيد كنت بغسل الرز عشان اجيبه، او كنت بجيبه يعني، نسيت والله عنها. اه تمام، خلاص جبنا الرز اهوت، ده كيلو رز على فكرة. خلاص هتقلبي بقى الرز مع كل البهارات دي كده مع السمنة، تقلبي شوية كده عشان ايه كل دوت يخش مع الرز والريحة كده تطلع، يبقى ريحته تحفة بصراحة. تقلبي كده فيه، خلاص كده تمام. وبعد كده بقى تنزلي بالمية بتاعتك. طبعا اتفقنا ان كل رز ليه المعيار بتاعه. انا بعير النهارده بكوبايه كبيره، فانا حطيت حوالي 4 كوبايات الا ربع، او 3 كوبايات ونص حاجه كده. خلاص كده، ونقلب ونحط الملح بتاعنا ونقلب ونغطي عليه بقى، خلاص كده لحد ايه ما هيستوي. والشوربه معانا ورق اهي بتغلي، او تمام كده. خلاص الرز خلصناه وهنغطي عليه ويستوي بقى براحته.
طبعا لما يستوي انت بقى هتشيلي الليمون ده عشان خاطر ما يتهريش معاكي، وهيبقى كده محتحت في الرز، هيطلع حاجات سودا كده مش حلو. وهنا كده خلاص كان الرز استوى والفراخ طلعت كمان اهيت قدامنا. و بسم الله ما شاء الله، كان طعمها خرافة بصراحة، كان طعمها تحفة جدا ومستوية وما بتشتش ولا اي حاجة. والف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.